تا 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 تا. ايه رأيكم كده؟ النهاردة هنعمل مع بعض كده طريقة الخيار المخلل بطريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة ومش محتاجة اي افتكاسات. بحاجات بسيطة جدا هنعمل شوية خيار مخلل يكونوا بيقرمشوا كده وطعمهم حلو جدا معانا في وسط الاكل، بجد تحفة جدا واحسن من بتاع المطاعم. يلا بينا كده نشوف هنعمل ايه في الخيار. اهم حاجة ان احنا نجيب الخيار بتاعنا يكون صغير كده، اللي هو الرفيع الصغير ده، ونغسله غسلة حلوة جدا كده ونضيفه ونطمن ان هو يكون معانا نضيف كده. خلاص غسلناه وخلاص كده هنبدأ نحضر الخلطة بتاعتنا. بتمنى قبل اي حاجة يا ريت ما تنسوناش بلايك وكومنت عشان يوصلك كل جديد، واشتراك بسيط مش هيكلفك اي شيء بس هيرفع معانا القناة. يلا بينا كده نشوف هنعمل ازاي المخلل بتاعنا. اتمنى ان الوصفة تعجبكم. يلا بينا. يلا بينا كده نشوف ايه بقى المكونات اللي هتخلي معانا الخيار المخلل اطعم من بره بكتير. اول حاجة هنجيب معانا الدرق بتاعنا كده وننزل فيه الخيار كله كده. هننزل الخيار كله كده بنفس الطريقة علشان يبقى مظبوط معانا. هننزله دلوقتي كده في الدرق بتاعنا كده ونظبطه عشان ننزل فيه كل التوابل بتاعتنا ويبقى مظبوط معانا ويبقى زي الفل. هتفتحي عليه بعد 3 ايام وتاكلي اطعم خيار، طعم وريحة وقرمشة بجد تحفة جدا. الخيار المخلل ده بجد مزاج وعشق. بصوا كده لازم تكون الخياراية كده رفيعة كده وصغيرة، بجد دي بيبقى ليها طعم تاني خالص في المخلل. تحسي كده بقرمشتها وبطعمها. خلاص كده احنا فضينا كده كل الخيار بتاعنا. حابة بقى تجيبيه اللي هو التخين دوت وتقطعيه، بس انا بصراحة بستخف اكتر حاجة الصغير ده. خلاص كده ظبطناه كده في الدرق بتاعنا وهنبدأ ان احنا، ودلوقتي بعد ما ظبطناه هنبدأ كده ننزل عليه بشوية التوم القمر دول كده. طبعا جبنا كده حبة توم حلوين كده وضربناهم كويس جدا. هو دوت اللي بيدي نكهة حلوة قوي للخيار بتاعنا. وهنبدأ ننزل عليهم بقى 5 معالق من الملح. 5 معالق كده من الملح عشان يبقى مظبوط معانا. وطبعا الملح دوت انتي تقدري تظبطيه بعد كده براحتك خالص. وهننزل عليه كمان شوية كده. طبعا ده لو انتي حابة، لو مش حابة خلاص ما تحطيش شطة خالص. انا مش بحب احط معاه شطة حامية لان محدش بياكلها معانا. هنبدأ ننزل عليه كده معلقتين كده من الشطة الحامية، بس هو بيديله طعم تحفة جدا. الشطة الحمراء طبعا. وهنبدأ ننزل عليها كده بربع كوباية من الخل. الخل طبعا هو اللي بيسويهولنا. وهنبدأ ننزل عليه كده بمية كده تكون مغلية قبل كده وسايبينها لحد اما تبرد. ودي التركية اللي بتخلي المخلل معانا تحفة جدا. طبعا هنغطي المخلل بتاعنا كله كده بالمية. هنغطي كده المخلل بتاعنا كله كده بالمية ونخليه. وخلاص كده غطينا كده كل المخلل بتاعنا بالمية. اهم حاجة ان احنا نبقى مغطينه بالمية كويس جدا عشان مفيش حاجة معانا تبوظ ولا اي حاجة. كده هننزل المخلل بتاعنا كده كويس ونقفل عليه بقى كده ونسيبه لمدة يومين. وبجد تاني يوم هتاكلي اطعم خيار مخلل طعمه تحفة جدا، احلى ما بتشتريه من بره. بس اهم حاجة يا ريت لو عجبتكم الوصفة ولقيتوها سهلة وبسيطة، يا ريت ما تنسوناش بلايك وكومنت عشان يوصلك كل جديد، واشتراك بسيط مش هيكلفك اي شيء. هنقفل دلوقتي على المخلل بتاعنا ونرجع تاني بعد يومين نشوف المخلل بتاعنا هيكون عامل ازاي. بتمنى ان الوصفة تعجبكم وتكون خفيفة على قلبكم يا رب العالمين. ما تنسوناش بلايك وكومنت عشان يوصلك كل جديد. تا 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 تا.
ودلوقتي جهزنا كده المخلل الخيار بتاعنا في القالب بتاعنا دوت القمر دوت. عملناه كده في الدرق بتاعنا ده ابو عين واحده عشان يخوفنا دايما، فاحنا عملناه كده في الدرق ده بطريقه حلوه جدا. يلا بينا كده نطلع الخيار المخلل بتاعنا القمر ده اللي هنخليه على سفرتنا دايما. بجد حاجه كده تحفه وسريعه، وبجد مش مكلفانا اي شيء. شويه خيار رفيعين صغيرين قمر كده، حطيناهم في شويه توم وشويه توابل، بجد طعمه حكايه. اتمنى ان الوصفه تعجبكم، ما تنسونيش لايك ابدا، بلايك وكومنت عشان يوصلك كل جديد باذن الله، واشتراك بسيط مش هيكلفك اي شيء. يلا بينا كده نشوف العظمه بتاعتنا دي عملناها ازاي. وجه الوقت الحقيقي اللي لازم نقول فيه تا تا تا. ايه رايكم بقى في القمر دوت؟ بجد المخلل طعمه حكايه جدا، بجد حكايه طعمه فظيع. بجد بتمنى تجربوا الوصفه وتقولوا لي كده في الكومنتات اذا كانت عملتوه بالطريقه دي ولا لا، واذا كنتوا بتعملوا الخيار المخلل بنفس الطريقه ولا لا، واذا كنتوا حابينه بطريقه تانية نعمله مع بعض ننفذه مع بعض. يا ريت تقولوا لنا في الكومنتات، يا ريت ما تنسوناش بلايك وكومنت عشان يوصلك كل جديد. بصوا كده احنا شايفين الخياريه كده معانا عامله ازاي، مش عارفه هي ظاهره لكم كده من الاضاءه بتاعه التصوير ولا لا. بجد تحفه جدا. بصوا كده الخيار وهو رفيع كده، حاجه كده عظمه، كله مقاس واحد، طعمه حكايه كده. تسمعي قرمشته كده مع طعم التوم، بجد مع الاكل بيبقى بجد حكايه جدا. طبعا احنا لو كسرنا اي واحده كده هنلاقيها نفس الشكل. بص كده سمعنا التكه دي حكايه. بصوا كده القرمشه دي بتودي الخيار بتاعنا بجد في مكان تاني خالص، بجد طعمه حكايه. بتمنى تجربوه وتقولوا لي كده في الكومنتات اذا كانت الوصفه عجبتكم ولا لا. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب القناه عشان يوصلك كل جديد. بجد لو كلتيه كده، لو عملتيه بنفس الطريقه مش هتبطلي تاكلي فيه، لان بجد طعمه حكايه. تقدري تظبطي الملح بتاعه، ما يبقاش حادق قوي، بس طبعا لازم يبقى الملح بتاعه مظبوط علشان ما يبص منك في الحر دوت. الشطه بتاعته مظبوطه، بجد حكايه. بتمنى ان تجربوا الوصفه وتقولوا لي كده في الكومنتات اذا كانت الوصفه عجبتكم ولا لا. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. يا ريت ما تنسوناش من دعائكم، وتزوروني دايما على قناتي على اليوتيوب حلة ضغط واكله جنين، هتلاقي فيها كل الوصفات سهله وسريعه، وباذن الله كل ما يرضيك هتلاقيه في القناه بتاعتنا باذن الله. نتقابل باذن الله في وصفه جديده. باي باي. ودلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رايكم بقى في الخيار القمر ده؟ حاجه كده عظمه جدا. طبعا احنا شايفين الخيارايه كده بجد قلبها عامل ازاي، طعمها تحفه. طبعا الخيار كده مقاسه صغير كده، بجد في الاكل بيبقى حكايه، هتأدمنيه اذا عملتيه بالطريقه دي. بجد طعمه، سامعين التكايه ديت وسامعين صوت القرمشه ده، بجد حكايه. بتمنى تجربوا الوصفه بقى وتزوروني كده دايما على قناتي على اليوتيوب حاله ضغط او اكله جنات، هتلاقوا فيها كل الوصفات سهله وسريعه. وبجد بجد لو عملت المخلل بالطريقه دي بجد هيعجبك جدا ومش هتبطلي تعمليه. يلا بينا نشوف عملنا العظمه دي ازاي علشان نقدر نعمله مع بعض. ويا ريت لو في اي وصفه جديده عايزين حابين ان احنا نعملها مع بعض، يا ريت تبعتوا لنا في الكومنتات ونجربها مع بعض. يلا بينا كده نشوف العظمه دي عملناها ازاي.